إيه يعني حتى الناس اللي مو من ديننا لما بيلاقونا نحن محترمين ديننا بيحترمونا وبيحترموا تعاليم ديننا. اجتمعت بامرأة نعم أنا وياها سوا بالإذاعة، هي على غير دين، فبتحكي لي بأنه نعم يعني هي وعائلتها وجماعتها كلياتهم بشهر رمضان ما بياكلوا بالشوارع، نعم ما بيعلنوا إفطارهم، فحتى أولادهم اللي عندهم محلات عندهم دكاكين ما بيفطروا قدام الدكان، فبيدخل على المحل سرا بياكل لقمتين وبيطلع لبرا مشان ما يتم عم ياكل يفوت زبون يشوفه عم ياكل. نحن اولادنا بتلاقي بايدهم السيكاره برا، بتلاقيها اليوم وقفت سياره تاكسي عم ينزلوا منها جماعه ولا بايده سيكاره، الرجل اللي نزل واقف على الشارع حاططها بتمه واقف. فقلنا لك اخي يعني اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، يعني مو ضروري بالشارع تدخن، يعني مفطر بس مو هيك بهالشكل هذا. كان بزمانه اي نعم اللي لقوا مفطر بالشوارع كانوا يحبسوه لبعد رمضان. اي نعم لسه القانون موجود بس ما في تطبيق. قانون اللي بيفطر برمضان بيحبسوه لبعد رمضان لبعد العيد بيعيد جوا. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلا لما الحكومة بتنزل أمر بتلاقي الناس دغري من الرعب التزمت فيه. لا حدا يدخن بالأماكن العامة، ما حدا بيدخن، لا حدا يدخن بالباصات، ما حدا بيدخن. شهر زمان بتلاقي ايش يعني ما عاد له طعم القرار، بتلاقي الناس رجعت رد تدخن بالأماكن العامة، رجعوا يدخنوا رد بالباصات وبالمكاري. لكن لما يكون في شدة بتطبيق القرار بتلاقي الناس كلها تلتزمت. ما بتعود تسترجي العالم اي نعم انه ايش تتحدى القرار او انه يحطوه ورا ظهره. طيب الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بعث لنا وصوموا وافطروا كذا اي نعم وشهر رمضان ايام معدودات وكذا اي نعم، كل ما لنا لورا. بذكر مضى علينا انا كنت صغير يعني لما اشوف زلمه مفطر بالطريق كان عجبي، ما اشوف حدا مفطر بالطريق، كانت الناس تفطر سرا. اليوم واحد بيسالني انه يا ترى اذا فتح مطعم بتركيا بده يفتح مطعم اي نعم اكل وشرب فبنهار بده يكون فاتح بصح؟ قلنا له والله اذا كان يعني على طريق سفر معناتها المسافرين بدهم ياكلوا عندك ما في مانع. اذا متعهد بقلب مستشفى مثلا المرضى بدهم ياكلوا ويشربوا عندك ما في مانع. اما اذا بمكان عام اللي مارقين واللي رايحين واللي جايين ياكلوا ويشربوا لا تفتح مطعم لانه يعاني على معصيه. فبتلاقي الناس سبحان الله كنا نمرق هيك من قدام يعني اماكن، اليوم مرقت نعم سبحان الله من مكان عام ساحه كبيره عامه سيارات بتلف حواليها وكذا وكله هنيك مطاعم وكله اماكن بيصلحوا كهرباء وكذا وهيك شغلات وهيك. فبتلاقي عم يشتغلوا بالعصير وبردقان وفريز والناس عم تشرب واقفه عم تشرب وعم يعني انا اجزم بانه اللي عم يشربوا ما حدا غريب يعني اولادنا ما حدا غريب. لانه الغريب نعم سبحان الله بتلاقي ايش يعني محترم تعاليم غير دين يعني تعاليم الاديان الثانيه محترمه. فسبحان الله يعني اولادنا ليش هيك صار فيهم؟ ليش ابتعدوا عن الدين؟ طيب يا هل ترى نحن المشايخ ما بنشيل وزر من هالناس هي؟ ليش ما عم يصل صوتنا للعالم؟ ليش من الموعظه تبعنا ما عم تصل للناس؟ ليش الناس تكره المشايخ؟ ليش بيقول لك والله ما بحب المشايخ انا؟ طيب ليش ما بتحب المشايخ؟ المشايخ ليش غيرت وبدلت يعني سبحان الله بتلاقي ايش يعني ما حكيت لكم مره احد المشايخ بيقول يعني خذوا من اقوالنا ولا تتبعوا افعالنا. طيب هل ترى هذا كلام منطقي هذا؟ ما الناس عم تفرج علينا شايفتنا شو عم نشتغل العالم. لما بتلاقي شيخ سبحان الله اشترى بيت من رجل، انا بعرف الرجل وبعرف الشيخ، اشترى بيت من رجل نعم اخذه بالقسوطه والرجل طار عقله شيخ اشترى بيت منه شيخ. لك العامه الدراويش يعني سبحان الله بيحبوا المشايخ بيحبوا من قلبهم، بيقول لك شيخ مثلا ده اعطاه اول دفعه الشيخ وما عاد دفع له ومو كاتبين وراه ولا مثبتين بشيء ولا من يحزنون، والرجل يروح ويبكي ويجي قدام منه لا عاد رد الشيخ على تليفونه ولا عاد حكى معه والبيت سعره بالملايين سعره مرتفع. طيب يا اخي يعني انت اللي عم تقول لنا اتقوا الله، ما تتقي الله انت؟ ما انت قريت عن الجنه والنار لحتى اشبعتها قراءه وبتطلع على المنبر وبتقول الجنه وبتقول النار، طيب ما تتقي الله؟ اي نعم. فهذا اي نعم يعني نموذج من النماذج اللي عم تخلي ناس تبعد عنا. ما نحن بشر مثلنا مثل غيرنا بس التعاليم هي ما رقتنا. لو انك فعلا انه انت ملتزم بتعاليم الله سبحانه وتعالى تصل شحنتك لغيرك. قالوا بانه عمل الرجل يؤثر في 1000 رجل، عمل الرجل بيأثر ب1000 رجل. يعني انسان بتلاقيه سبحان الله متقي الله ما بياكل حرام. امبارح قاعد عند سمان اي نعم من احد اصحابنا هيك شوي انا طالع لحي لريح عنده شوي وكذا اي نعم مسلم عليه، وإذا تجي بنت مخربط معها ب1000 ليره، اجت بنت رجعت له ال1000 ليره، بنت لساتها اي نعم يا دوب صف سادس او سابع رجعت له ال1000 ليره. هي ما بتعطي نتيجه بانه اي نعم يعني التربيه تبعها قديش حلوه. يعني 1000 ليره ممكن تغري طفله من سنها تصير تصرفها بعيدا عن اعين اهلها شوي شوي، بس اهلها احسنوا تربيتها فرجعت رجعت له ال1000 ليره. سبحان الله يعني قديش انا انسريت. سالته بنت مين؟ قال لي والله ما بعرفها. اي نعم.
يعني في مثلها متاهل، وفي ناس بتلاقي اذا وقعت 1000 ليره بيدعس عليها بالصباط مشان ما يشوفها يلي وقعها، مشان يطخي يعمل حاله عم يربط صباطه مشان ياخذها. نعم، لا شتان بين هذا وبين هذا، هذا رايح على الاخره وهذا رايح على الاخره. لك شو مستفيدين؟ نعم، اذا كان ما ضبضبنا الزواد الى الاخره. ذكرت لكم باحد دروسنا ابو الدرداء الله يرضى عنه، نزلوا عليه ضيوف، نزلوا عنده ضيوف، نعم، والشام بارده وبلادهم هن نعم بلادهم حاره. يعني احنا كنا بالمدينه المنوره لما نطلع من الفندق رايحين على صلاه الصبح ايام طباخ التمر، احنا عندنا هون مشان يستوي المشمش وكذا والشغلات تلاقي بيشتد الشوب والحر، هنيك عندهم التمر يا لطيف شوب لا يطاق لا يحتمل. بيجي على باب الفندق بيطلع بيفتح البلور، اول ما ادعس برا كانه زفير جهنم، تقول مثل حكايه ايش فرن او حمام. فبنرقد رقد. ابو الدرداء متعود على ذاك الجو، اجى على بلاد الشام تلاقي بلاد الشام بارده عنا. بذكر ايام بلاد الشام نحن حتى بعز المربعانيه بتلاقي عنا ايام حلوه مو مثل عندهم. ومع ذلك عم يبعث كل شيء للاخره. فنزلوا عليه ضيوف ما اعطاهم لا غطاء ولا احرام ولا شيء، قال يا ابا الدرداء يعني اعطينا غطاء، قال له والله بعثتهم على بيتي الثاني. قال له طيب كنت بعثنا على بيتك الثاني، قال له هلا ما بحسن يوصلوا، بس نموت بنروح لهنيك. فلذلك عمروا اخرتهم، نحن اخرتنا شو صار فيها؟ فليش نعم سبحان الله هارون الرشيد عند الوفاه طلع لقى فيه عتال واقف برا عم يغسل اواعيه، عم يبرمهم بايده ويضرب نعم الاواعي على ايش؟ على حجر. فنعم قال يا ريتني مثل العتال هذا عشت. ومين هارون الرشيد؟ كان يغزو عام ويحج عام، وتمنى انه يعيش مثل الفقير هذا. لما هارون الرشيد قال له نعم الفضيل بن عياض قال يا حسن الوجه الله سبحانه وتعالى بده يسالك عنها الناس كلها، حضرت انت نعم حضرت اسئله لكل واحد، يلي جاع انت مسؤول عنه، يلي عطش انت مسؤول عنه، يلي انظلم انت مسؤول عنه، انت مسؤول عن الرعيه كلها. وكانت رعيته اطرافها متراميه. سمعت لما عم يحطوا قال نعم مسلسل عن هارون الرشيد انه الخمر والرقص والجواري والغانيات وكذا، هدول سلفنا الصالح. هارون الرشيد كان هو والامام مالك كفرسي رهان، كان عالم من علماء المسلمين. نعم عبد الملك بن مروان كان من العبادله. شو من العبادله؟ مين عبادله الصحابه؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، هدول الاربعه معدودين من العبادله من اكبر علماء الاسلام. كان نعم كان ايش عبد الملك بن مروان معدود منهم.